معايا كده أقوى دولة في العالم، معاها أحدث طيارات، أقوى رادارات، وفرقة قوات خاصة متدربة تصطاد دبانة طايرة في الجو، رايحين ينفذوا عملية إنقاذ تحس إنها مكتوبة لفيلم لتوم كروز، فيلم أمريكي شيق. بس الفيلم ده قلب بكوميديا سودا. الجيش الأمريكي اتهزم شر هزيمة واتفضح قدام العالم كله. ومين اللي هزمه؟ جيش معادي؟ لأ. صواريخ نووية؟ لأ. اللي هزمه كان شوية رمل وعاصفة ترابية. هات فنجان قهوتك المتين واعدل مزاجك عشان قصة النهاردة فيها كمية كعبلة وضحك وغباء للركب مش طبيعية. أنا محمد سعيد والنهاردة في حكاوي مو هنفتح ملف عملية مخلب النسر، واحدة من أكبر العمليات الفاشلة في تاريخ أمريكا. نرجع بالزمن لسنة 1979. الثورة الإيرانية قامت والدنيا مقلوبة، وفجأة مجموعة من الطلاب الإيرانيين الغضبانين اقتحموا السفارة الأمريكية في طهران. لا وإيه، ويحتجزوا 52 أمريكي كرهائن يوم ورا يوم، شهر ورا شهر، والرهائن محبوسين. الرئيس الأمريكي وقتها جيمي كارتر كان بيلف حوالين نفسه. الانتخابات قربت وشكله قدام شعبه وقدام الكوكب كله بقى أصغر من عقلة الصباع. قعد مع الجنرالات بتوعه، خبط على الترابيزة وقال لهم: أنا عايز الناس دي ترجع أمريكا بأي طريقة. تصرفوا، اخترعوا بقى، اعملوا أي حاجة، مش مشكلتي. طبعا الجنرالات الأمريكان بتوع الأكشن والإثارة بقى والمنظر قال له: اعتبره حصل يا ريس. جابوا فرقة دلتا فورس، دي قوات النخبة في الجيش الأمريكي لسه متأسسة جديد وعايزين بقى يثبتوا نفسهم، وحطوا خطة. والخطة يا مؤمن من كتر ما هي معقدة اللي حطها نفسه ممكن يتوه فيها، يعني من كتر ما هي ملعبكة كده في بعضها. وسموها اوبريشن ايجل كلو، او بما يسمى بمخلب النسر. ركز معايا بقى في الكعبلة دي. قالك احنا هنطلع 6 طيارات نقل من تراس سي 130. هنطلعها منين يا سيدي؟ من عمان. قلنا ماشي. و8 طيارات هليكوبتر من حاملة طيارات في البحر. تمام. اتقابلوا في نقطة ضلمة في نص الصحراء، هيحددوها يعني عشان تبقى مخفية، اسمها ديزرت 1 أو النقطة رقم 1. الطيارات الهليكوبتر هناك هتفول بنزين من طيارات النقل العملاقة اللي احنا باعتينها، وبعدين ياخدوا القوات ويطيروا للنقطة التانية خالص يستخبوا فيها للصبح، وبعدين يركبوا عربيات نقل يخشوا بيها طهران ويقتحموا السفارة وينقذوا الرهائن. وبعدها يروحوا ملعب كرة القدم، وبعديها يروحوا ملعب الكرة المهجور يستنوا الطيارات الهليكوبتر تاخدهم وتهرب. بس ثواني كده، ايه يا عم ده كله؟ دي مش خطة عسكرية، دي حسبة درمة. خطة مليانة لو الطيارة عطلت، لو البنزين خلص، لو الحرس شافهم. طب انت متخيل نسبة المخاطرة؟ طب الغرور العسكري ده خلاهم واثقين ان كل التروس دي هتمشي مع بعض كده بالثانية، يا مفيش غلطة، مفيش اي حاجة هتحصل يا سيدي، يا راجل اعمل الحساب ولو خطأ 1%. بس هم نسيوا يسألوا اصحاب الارض ذات نفسها، الصحراء. يوم 24 ابريل 1980 التنفيذ بدأ. الطيارات دخلت اجواء ايران بالليل، ماشيين على ارتفاع واطي جدا عشان يهربوا من ايه، من الرادارات. كل حاجه لغايه دلوقتي ماشيه تمام لحد ما دخلوا في عمق الصحراء. فجاه ومن غير اي انذار من الارصاد الامريكيه، طلعت لهم ظاهره جويه معروفه في المنطقه دي باسم الهبوب. ركز معايا، مش عاصفه عاديه، لا دي حيطه من التراب المعلق في الجو ما فيهاش اي رؤيه. طبعا الطيارين الامريكان ما كانوش متعودين على الكلام ده، ولا اتدربوا عليه اصلا في المهمه بتاعتهم، ولا التجهيزات ليه. الجنود الامريكان فجاه لقوا نفسهم جوه خلاط تراب، الرؤيه صفر، مفيش اي تواصل لاسلكي. ليه؟ عشان خايفين يتكشفوا. واحده من طيارات الهليكوبتر شفطها، باظت من التراب ونزلت، والتانيه انظمتها اتدمرت ولفت ورجعت. الماكينه الامريكيه الجباره عطلت بشويه تراب. تخيل، وصلوا اخيرا للنقطه رقم 1. قائد العمليه تشارلي بيكلوف بيبص حواليه كده، لقى اللي وصلوا 6 طيارات هليكوبتر بس. المفروض اصلا هم 8. المصيبه اصلا ان واحده من ال6 طيارات الهيدروليك بتاعها ضرب فوق الجو من التراب، يعني بقوا 5 طيارات بس. 5 طيارات بس هم اللي سلام. الخطة بتقول ايه؟ انه على الأقل لازم على الأقل 6 طيارات عشان العملية تكمل، واحنا أصلا معانا 5. القرار الصعب اتاخد. كارتر بعت له التقرير في واشنطن، حس ان مستقبله بينتهي وادالهم الامر فورا بالغاء العمليه. رجعوا لي حالا واشنطن. بس يا فرحه متمه، هما بيلفوا طيارات عشان يهربوا في وسط الضلمه وتراب وتوتر. فجاه طياره هليكوبتر من ال5 طيارات لفت غلط، راحت لابسه في طياره النقل السي 130 اللي واقفه. لا ومش اي طياره نقل، دي الطياره المليانه بنزين. بوم، انفجار. 8 جنود امريكان ماتوا متفحمين في اللحظه. قوات الدلتا اللي جايين ينقذوا الرهائن وهم اللي محتاجين حد ينقذهم.
من كتر الرعب القوات الأمريكية سابوا جثث زمايلهم وسابوا الطيارات السليمة وسابوا المفاجأة الأكبر، سابوا وثائق سرية للعملية مترمية في الطيارات وهربوا. تاني يوم الصبح الإيرانيين راحوا لقوا كنز بيطلع دخان في نص الصحراء، الجثث الطيارات وخطة CIA كلها في إيديهم. آية الله خميني طلع قال جملته الشهيرة في وقتها: جنود الله من الرمال هم من هزموا أمريكا. جيمي كارتر طلع على التلفزيون ووشه بيجيب ألوان واعترف بالفشل. Throughout this extraordinarily difficult period, we have pursued and will continue to pursue every possible avenue to secure the release of the hostages. In these efforts, the support of the American people and of our friends throughout the world has been a most crucial element. That support of other nations is even more important now. We will seek to continue, along with other nations and with the officials of Iran, a prompt resolution of the crisis without any loss of life and through peaceful and diplomatic means. وخسر الانتخابات اللي بعدها قدام ريجن بفضيحة. عارفين يا جماعة القصة دي بتعلمنا حاجة مهمة جدا: الغرور. لما تعتمد على التكنولوجيا بزيادة تنسى ان الطبيعة ملهاش كتالوج، هتاخد درس عمرك ما هتنساه. ودرسنا النهاردة ان الصحراء ما بترحمش اللي بيستهين بيها. سؤال ألف النهاردة من الحكاية والنور: تفتكروا لو كانوا كملوا 5 طيارات بس كانوا هينجحوا، ولا كانت هتبقى مجزرة أكبر في طهران؟ هستنى نقاشكم في الكومنتات. لو الحكاية عجبتكم ما تنسوش تخبطوا لايك واشتراك في القناة عشان قعدة الحكاية الجاية. سلام.